مساء الخير إذا كان عندكم مساء، وصباح الخير إذا كان عندكم صباح. كيفكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم راح أسوي معاكم حلا مو طبيعي قد إيش لذيذ. أول شي راح أضيف 2 بيض، راح أضيف فانيلا، أنا أحب أضيف السائلة والجافة، ممكن تكتفون أنتوا بوحدة بس. ربع كوب سكر، نص كوب زيت، أنا كمان أحب أضيف خل، اختياري بس أنا أفضل إني لازم أضيفه. بعدين راح أضيف نص كوب موية وحليب محموس، طبعا المقادير كلها راح تكون مكتوبة بالتفاصيل. وهذا اللون حق الحليب المحموس اللي أنا أبغاه. راح أخلطها مرة كويس إلين تتجانس. إذا كان القوام ثقيل ممكن أضيف حليب سائل. آخر شي البيكنج باودر، راح أخلطها كويس مع بعض، وهذا راح يكون قوام الخليط اللي أنا أبغاه. شايفين كيف شكله؟ عندي صينية دهنتها بزيت، راح أضيف عليها الخليط وراح أوزع بالتساوي، وراح أدخلها الفرن على درجة 180 إلين تنضج. أول ما تطلع راح أضيف عليها صوص الكراميل اللي أنا سويته. يا بنات هذا الصوص ما أحكي لكم قد إيش طعمه لذيذ، صراحة من ألذ الكراميلات اللي أنا سويتها. راح أحط لكم الطريقة حقته في البايو. آخر شي زينتها من فوق بجوز الهند، انتم ممكن تكتفون بالكراميل بس، الأفضل إنكم تخلونها شوية تبرد في الثلاجة عشان تتماسك، بس أنا صراحة كالعادة كنت مستعجلة حبيت أوريكم هي كيف هي. ما أحكي لكم كيف يا بنات الطعم، صراحة جدا لذيذة، من ألذ الحلويات اللي ممكن تسوونها مع فنجان قهوة. لازم تجربونها، وعليكم بألف عافية. اكتبولي الوصفات اللي حابين أسويها معاكم، ولا تنسون الاشتراك في قناتي وتفعيل جرس التنبيهات، وأشوفكم في الفيديو الثاني.